اليوم حسوي لكم عشاء مرة لذيذ. حسوي باستا مكرونة بالسي فود، المأكولات البحرية. والباستا هذه حتكون مطبوخة بتوميتو صوص صوص طماطم ومعاها زعفران، فحتطلع شيء مرة لذيذ. طبعا تقدروا تحطوا أي نوع مأكولات بحرية تحبوها. أنا حستخدم الأشياء اللي متوفرة عندي في البيت. عندي هنا شريمبس اللي هي جمبري بقشره. تقدروا تستخدموا الجمبري اللي من غير قشر، لكم الحرية. أنا حستخدم اللي بقشر، أحس الجمبري يفضل أطرى من جوا. طبعا أنا نظفت الظهر، يعني ما في كيس الفضلات اللي من ورا، من هنا شلناه. بعدين عندي كالاماري مقطع حلقات زي كده طويلة. وعندي بصل، تقدر تستخدموا البصل الأحمر أو الأصفر أو الأبيض، أنا حستخدم الأبيض. وعندي توم، طماطم معلبات مقشرة اللي هي هادي، تلاقوا أي ماركة موجودة. جودي دحين كمان منزلين، شفتهم ماركة كويسة جربتها. وعندي بقدونس، ورق غار، شوية زعفران، يدوب شي بسيط. وهادي بهارات إيطالية مشكلة مع فلفل، أبغاها تكون سبايسي. بعد كده طبعا عندي ملح، فلفل أسود، زيت زيتون. وهذه الباستا حنسوي لينجويني أو سباجيتي ممكن تعمله. وآخر شي هو عصير الطماطم هذا اللي حستخدمه اليوم. هذا تلاقوه في الدانوب، لو ما عندكم عادي اعصروا طماطم واستخدموها، بس هذا نكهته مركزة أكتر. عشان نبدأ الوصفة، هنا حطيت زيت زيتون وحطيت معاه البصل، وعلى حرارة متوسطة حقلبه ألين ما البصل يبدأ يصير شفاف، ما نبغاه يتحرق. في حاجة ما قلت لكم عليها اختيارية في الوصفة، اللي هو هذا نبيذ أبيض غير كحولي أو شراب عنب غير كحولي، أهم شي ما يكون فوار. هذا اختياري، تلاقوه في سوبر ماركت الدانوب أو في مانويل. أنا حاحط شي بسيط منه، إذا ما عندكم مو لازم تحطوه. طب أول ما بدأ البصل يذبل، هنا عندي الثوم، هرست 4 فصوص ثوم وحطيتها وحقلبها نص دقيقة. بعد كده الخطوة الإضافية اللي قلت لكم عليها، هنحط شي بسيط من النبيذ الأبيض الغير كحولي وحقلب. أول ما يتبخر، يعني الكمية اللي حطيتها وتوصل للنص، بعد كده حبدأ أضيف باقي المكونات. حط الطماطم وعصير الطماطم، رشة الزعفران، والبهارات اللي قلت لكم عليها الإيطالية سبايسي هذه، ورق الغار، ملح وفلفل أسود كمية مرة 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 كويسة. وحنقلبها. أول ما تبدأ تغلي حوطي النار عليها وأخليها تنطبخ على مهلها لمدة نص ساعة. حاولوا انه انتوا بس تكسروا الطماطم هذه شوية، لا تخلوها تتهري، بس كده يعني اضغطوا عليها. احب يكون في شوية قطع في الصوص. وطيت الحرارة لما بدأ يغلي. دحين حنخليها تنطبخ زي ما قلنا. السي فود ما حنحطه في هذه المرحلة، عشان السي فود كل ما انطبخ وقت زيادة كل ما يصير قاسي. فبعد ما الصوص خلاص يعني يتعقد وينطبخ ويصير نكهته مرة كويسة، في آخر 5 دقايق حنحط السي فود. الصوص كده انطبخ، عدى عليه 25 دقيقة. دقته طبعا النكهة ما أحكيكم قديش لذيذة. دحين زي ما قلت لكم حنحط السي فود. أنا أحب كمان الجمبري بقشره لأنه يعطي نكهة سي فود أكتر. ونحط الكالاماري، أحركه بس عشان أتأكد إنه كله اتغطى بالمرقة. وحغطيه وحخليه ينطبخ 5 دقايق. ليش حغطيه كمان؟ عشان ينطبخ كله بالبخار، لأنه تحسوه مو مغطى تماما. كده نتأكد إنه انطبخ كويس. عدت 5 دقايق، خلاص كده السي فود استوى. طفيت النار عليه. ودحين حنحط هذا فوق الباستا اللي احنا سلقناها. طبعا سلق الباستا ما يحتاج اقول لكم عليه. انا زي ما قلت لكم بستخدم لينجويني. اللينجويني اللي انا بستخدمها هذه البراند باريلا. احب البراند هذه. مدة السلق تقريبا 8 ل 10 دقايق بالكثير. صح، شيء مهم، لا تنسوا تشيلوا ورقة الغار عشان لا حد ياكلها بالغلط. حابدأ احط الباستا، بس معلومة، لما تيجوا تعملوا الباستا لا تصفوها،
زي ما هي كده شيلوها وحطوها هنا، لأنه الموية اللي هنا فيها نشا، فالنشا اللي من الباستا هذا يساعد إنه الصوص يتقل. حتلاحظوا هنا، ما أدري إذا شايفين لا، في كم حبة طماطم. بس كده حطيتها مع الباستا عشان أبغاها تتسلق، عشان أبغى أحطها في الصوص. هذه الخطوة حقت الطماطم ما هي أساسية، بس هي زيادة من عندي. صح، أنا نسيت كمان أحط البقدونس. البقدونس يا إنكم أنتوا تحطوه هنا، يا تحطوه مع الزينة يعني، لما تبغوا تزينوا الطبق. البقدونس طعمه مرة لذيذ في الأكلات اللي بالسي فود.